بطل العرب، اقوى فريق في اسيا، نادي النصر امام فريق المحلي نادي الهلال. طبعا انا اقولها بكل صراحه بنسبه 90% من اعلام الهلال وجمهور الهلال لا يفقه شيء في كره القدم، ما لهم علاقه في كره القدم، والدليل يقول لك هاتوا النصراوي. واخر مباراه بين النصر بطل العرب والهلال، والنصر ناقص، فاز النصر الهلال. ناتي بشكل سريع المقارنات بين الفريقين، شوفوا معلك التحليل عاد لكم. المنظومه الدفاعيه يا صديقي نادي النصر افضل. المنظومه الهجوميه نقدر نقول نادي النصر افضل مع الراعي كريستيانو. منظومه الجماعيه كذلك نادي النصر افضل. لا تغركم سلسله النتائج الهلال اللي محققها، الهلال يحقق سلسله نتائج باسمه فقط، ما في اسلوب، ما في هويه. ناتي من ناحيه مدرب نادي النصر كاسرو كذلك يا اخوان افضل من ناحيه الاستراتيجيه، من ناحيه الاساليب، من ناحيه تنوع اللعب، من ناحيه المنظومه، من ناحيه علاقته مع اللاعبين. نادي النصر افضل، على اقول بكل صراحه. نادي النصر مرشح بكره للفوز بثلاث القاب، مرشح لهذا الموسم. نادي النصر الكل يرتعب من نادي النصر. الهلال بكره ذهنيا راح يدخل بذهنيه الشك للخساره امام نادي النصر في اخر بطوله في البطوله العربيه. انا اعتقد فوز نادي النصر. نادي النصر يجب ان يسيطر ويهيمن على ملعبه، يلعب خط دفاع متقدم. الهلال نقاط قوته بحاجه واحده، اخطاء دفاعيه. هذا الهلال لا يقلقني في اخطاء دفاعيه، اخطاء التحكيميه. الهلال قوته باخطاء التحكيم فقط، لا اكثر ولا اقل. لذلك انا اعتقد فوز نادي النصر بسهوله. اعتقد فرق هدفين ثلاثه، ليله تريسكا، كريستيانو وكذلك ماني مع العقل المدبر بروزوفيتش. النصر راح يهيمن، راح يستحوذ، راح يجعل من الهلال تورته، راح يجعل من الهلال تورته كيكه يمزمز فيها. مبروك العالمين.